السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم محمد المحلاوي صاحب شركه ام جي الاستثمار الزراعي بالفرافره. النهارده احنا في ارض التلاوي في ورق قانوني مزاد قديم من ابو 1700 وبكام؟ وب 8000. طيب يا محمد، يعني احنا جايين بعد شهر، معلش هتاخد ب 10000 ليه؟ انا قلت لكم قبل كده انا ما بحبش اتمنظر على الفاضي. انا واحد في دايره، في مجموعه. الدايره بتقول ايه؟ كل حاجه باسمي، وانا اللي اكتب اقول، وانا اللي اتنازل، وانا اللي اسوي، لكن في ناس معايا شركاء وباسهم اكتر من اسهمي. فانا بنبقى في اجتماع مجلس اداره بتقرر السعر، انا بلتزم بيه. مفيش مجاملات. يعني مثلا واحد طب نزل لي 5 جنيه ما بنزلش، لان هنزل حاجه هتحاسب عليه. يبقى العرض ده اهو كان انتهى يوم 15، واحنا جددناه لحد يوم الشهر ده 8، شهر فبراير ده 28. يبقى العرض ده امتد لحد يوم 28 فبراير. خلاص بالتقريب كده رمضان هيبقى ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. الاول رمضان هيبقى تقريبا 1/3، تمام؟ يعني هيمتد كده لحد اول رمضان. رقم 2، اذكركم 800 متر من الاسفلت، يعني تقريبا على الاسفلت. خلاص، قريبه من الفرافره، قريبه من قريه عثمان بن عفان. يعني انت هتركب عربيتك كل طريقك اسفلت 10 15 كيلو. الميزه الثالثه اللي هي ايه؟ يبقى احنا عندنا قرب، وش ميه عالي، عندنا ارض مستويه زي ما انت شايف كده، تمام؟ الميزه بتاعتها هتفيد في ايه؟ هتفيد ان فيه واحد عايز ياخد 25، واحد عايز ياخد 50، ممكن يتجمعوا هم ويعملوا بير. يجي اللي هيحجز من بره، الناس اللي بتحجز من بره، عشان تبقى فاهم قبل ما تحجز. هتحجز معروف ان لازم تنفذ خلال 6 شهور. طب انت لو واخد 100 فدان مع نفسك، طب ليه؟ لان انا بلتزم قدام الناس اللي شاريه، اللي واخد 25 فدان اللي واخد 50 فدان، بقول له معاك 6 شهور. لو ما حدش معاك في البير هخش معاك انا. يعني انا مثلا بعت، طبعا هي مش هتقعد 6 شهور ان شاء الله، بس احنا بنحط الاسوأ. ان شاء الله باذن الله الشهر ده وممكن على العيد تكون خلصانه كلها، بس احنا بنحط الاسوأ. الاسوأ اللي هو ايه؟ انا بقول لك ياللي مضيت معايا خدت 25 فدان، لو ما فيش حد معاك انا بخش بال 75 فدان التاني، واعمل معاك البير، واعمل معاك الطاقه، واعمل معاك الحاجات دي كلها، وابقى ابيع نصيبي للناس. خلاص، يبقى انا ملتزم ان انا ابقى معاك. يبقى احنا بنقول تاني، الارض اللي جنب الفرافره اللي هي في التلاوي، في فاروق التلاوي، على الاسفلت، رخيصه في الدوله، مزاد قديم. دي فرصه مش هتتعوض تاني. الدنيا كلها بتهاجمني، انت بتجيب الارض الرخيصه دي منين؟ الناس بتبيع غالي. يبقى اوراقها مش قانونيه، باخدك من ايدك بعد ما تكتب العقد، وبتروح تدفع للدوله 2000 جنيه تحت الحساب. خلاص، واحط اسمك في الدوله، تمام؟ يبقى انا دلوقتي اهو بقول لك الاستواء اهو، الارض قريبه، الارض ب 8000، بعد 10 ايام او 8 ايام بالظبط هتبقى ب 10. لك فرصتك ان يبقى عندك ارض. الارض اما تيجي تحسب 8000، الفدان 4200 متر، هتلاقي المتر الارض واقف ب 2 جنيه. حلو كده، ب 2 جنيه. هات متر قماشه اقول لك ب 200 جنيه، ب 300 جنيه. دي فرصتك يبقى عندك ارض، فرصتك وانت مصري. يعني بقول لك المتر ب 2 جنيه وانت ومدفوع للدوله، وقبل الدوله كنا دافعين لوضع اليد والكلام ده هو كله، وانت مش ومكسبنا وناس بتاكل عيش، وانت مش عايز تاخد، انت عايز تاخر. انت مستني ايه؟ مستني الفدان يبقى ب 40000؟ طب ما انا كنت ببيع من سنتين ب 2000، وكانت الناس تهاجمني، يقول لك هو في ارض ب 2000؟ هو في؟ وهم كانوا بيبيعوا ب5 وب6. دلوقتي انا ببيع ب8 وهم بيبيعوا ب15 وب20 وب25. والله العظيم، والله العظيم، وحق لا اله الا الله اذا كنت بكذب اتشل. رحت ابو منقار الاسبوع اللي فات انا وواحد صديقي عشان ناخد ارض هناك، عشان نفتح مشاريع في كذا مكان. خلاص،
واحد عنده ارض واخدها من الدوله اللي هو ايجار بغرض التملك، مبادره نخيل، قال لي 35,000 الفدان يا ابويا. يعني جنان جنان. هنا الناس بتهبط. انا بقول لك فرصتك دلوقتي ب8، بعد العيد ممكن يبقى في رمضان ب10، ممكن بعد العيد ب12. ليه؟ الجيران عاليه. اما انت تبيع بسعر رخيص يبقى منتجك وحش، يبقى في حاجه، يبقى معيوب. هنا الشعب المصري كده، الغالي مطلوب والرخيص مش مطلوب. بس انا ببيع رخيص، فرصتك انك تاخد ارض. مفيش حاجه اسمها يا محمد انا جاي لك بعد العيد. انت عايز ارض ابعت احجز. انت شايف الارض اهو، شفتها في فيديو واثنين وثلاثه واربعه. ابعت احجز. انت ما حجزتش، وانت صاحبي وانت اخويا وانت ابن عمي، انا ما اعرفش ليه. انا بمثل مجموعه، فكلامي ما يمشيش غير على نفسي. طب عشان التزم قدام شركاتي لازم اكون خدت فلوس. خلاص، انت بتبعت الفلوس بيبقى في ايصال بنكي، بتبعت لي صورته وصوره بطاقتك، تمام؟ هات لك ايصال وببعت لك فيديو بقول انه فلان حول لي كذا من ثمن ارض، وببعت لك فيديو صوت وصوره. هنقول عرض على السريع، ارض طريق التلاوي فاضيه بدون خدمات، انت بتعمل خدمات. طب الخدمات تتكلف كام يا محمد؟ هتبقى اقل من ما انا ببيع في الجاهز. ما انا شركه لازم اكسب شويه، دي هتبقى اقل شويه، مش لازم يعني افضحها لك على العلن. وفي واحد يكتبها لي في التعليقات تكلف كام؟ افرض انا قلت وطلعت التكلفه اقل من الثاني، تبوظ عليا السوق الثاني. يبقى تعال وهنقعد مع بعض واحسبها لك، واوديك عند اللي بيعمل البير واللي بيعمل الطاقه واللي بيعمل المواسير بتاع المواسير وبتاع التصليح، كل حاجه هتبقى انت عارف. مش لازم يعني في التعليقات تتكتب الحاجات دي. واحد بيقول لي تكلف كام، بروح اعمل له قلب، يعني انا شفتك. واحيانا اروح اعمل له حاطط له تليفون الواتس، كلمني على الواتس. فهو يعني تتكلف كام؟ الله، ايه يا عم في ايه؟ ما في شويه اسرار، ما ينفعش الصراحه مطلوب، بس في شويه اسرار يا اخي. واحد تاني مش عايز يبين انها تكلف كام، فاهمني؟ هفهمك واديك ارقام الناس اللي بتحفر بير 1 و2 و3 و4، وهتعرف التكلفه بنفسك. انت مستعجل ليه؟ طب انا عايز اعرف قبل ما اجي. وايه يعني؟ ما السياح بيجوا من اسمها ايه، من دول تانية للفرافره تتعرف عليه. تعالى يا عم اتعرف على بلدك يا عم، تعالى يا عم اتعرف على بلدك يا عم، وشوف بلدك وشوف الناس. ويمكن ما فيش ارض والناس دي بتقول في ارض، ويمكن يكون فيه فرص احسن من المحلاوي نفسه. يبقى انا بقول لك محلاوي حلو محلاوي وحش، تعالى خد ارض في بلدك. محلاوي ارضه وحشه، ارضه حلوه، ارضه بعيده، ارضه قريبه. ما تسيبش بلدك، ما تسيبش مصر، ما تسيبش. الاجانب بتيجي تشتري هنا، الخليجيين بيشتروا، في شركات خليجيه عنده 10,000 فدان و20,000 فدان 30,000 فدان. انت ساكت ليه؟ اصل انا خايف من ايه؟ ايه هنا حاجه بتعد؟ ده هنا امن والامان. بتسيب العربيه مفتوحه في الشارع، الناس بتسيب بهايمه في الشارع، مين هيسرقك هنا؟ مين هيسرقك ابو 8,000 بتاعك دول؟ لا يا عم عندي استراحه، بس اللي يجي يقعد يوم او 2 ما يطولش، عشان يعني في ناس بتيجي على طول. تعالى اقعد واتفرج وما تشتريش عندي وعند غيري. تعالى عندي وما تتفرجش عندي، اتفرج عند غيري. المهم تمشي لقدام، تنفع بلدك، تعمر في الارض. يعني هعيش ليه؟ هعيش المتر ب2 جنيه، مستني ايه؟ مستني اقول لك المتر ب10,000 جنيه؟ انا بقول لك مصر بلدك، ارض قريبه، ارض وش الميه عالي، ارض المزاد قديم يعني بورق، فدان ب8,000. مفيش بقى يعني. انا بستغرب. انا كنت وانا ببيع الفدان ب2000 جنيه كنت بلطم على وشي واقول يعني نعمل ايه ب2000 جنيه؟ فدلوقتي ب8. طب مستني ايه؟ مستني اما اقول لك ان شاء الله بعد سنه فدان ب40,000 جنيه؟ طيب انتوا عارفين طبعا مكتبه الفرافره في ميدان الشاشه. هحط في ناس مسوقين معايا شغالين معايا في المكتب، هحط تليفوناتهم على الفيديو. انت كلمهم، ما ردوش عليك يبقى كلمني. يفضل انك تكلمهم، هم هيقولوا لك على كل حاجه انت عايز تسال عليها، يرتبوا معاك كل حاجه، عشان المكالمات شديده عليا. فهتلاقي مره تليفوني مقفول ومره تليفوني مفتوح. الواتس بتاعي برد على طول بالليل وبالنهار. في ناس بتتصل بيها يعني انا بنام بدري، بنام 10.
يعني من 10 مثلا بالليل لحد مثلا 7 الصبح ما تكلمنيش، كلمني طول النهار من 8 ل 10 بالليل. انا برضو يعني احيانا ابقى مع ناس، ما ردتش ما تزعلش، ساعتين كده وهبقى اكلمك تاني يعني. وانا هحط التليفونات ناس معايا في المكتب بحيث تبقى تساعدني في الرد. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم محمد المحلاوي.